طب أنت لما النرويجيين أعطوا لك جوازك وقالوا لك تفضل هذه بلادك، ليس النرويج، الهولنديين. لا لما وصلت إلى نعم، النرويج الهولنديين أعطوا. الهولنديين. نعم. النرويجيون لم يريدوا اعتقالك. نعم. أو لم يريدوا استلامك بالطريقة التي نعم. كان نعم. يظنها نعم. الهولنديون. نعم. الهولنديون أعطوك الجواز وقالوا لك هاي بلادك روح. نعم صح. دخلت. إذا ما القضية مع النرويجيين؟ النرويجيين فيما بعد لضغط الأمريكان عليهم كانوا يريدون اعتقالي، لأن ليس أيضا في تصورهم ليس من المنطقي أن يكون حرا. جو بايدن هو نائب الرئيس الأمريكي الحالي جوزيف بايدن، هو هناك صرح لما وجد صورة لي في الشارع أمشي في فوكس نيوز أعتقد ولا واحد من التلفزيون لما جاءوا لمقابلتي، قالوا جيد كيف نحن في جانب نقول هو إرهابي ورئيس فئة إرهابية ويمشي في الشوارع عند أصدقائنا في النرويج. إذن إما الخبر ليس صادقا، إما الآخرون لا يتعاونون معنا. حتى ازداد الضغط علي واعتقلت مرة أخرى. نعم، واعتقلت مرة أخرى. مع أن ذلك المحقق الأمريكي الذي حقق معك في أمستردام أعطاك صك اعتراف بأنك بريء. نعم نعم نعم. المهم أهل النرويج اعتقلوك مجددا. نعم، واعتقلت 3 مرات تقريبا، ومرة طبعا أشدها كان الليلة التي ضرب فيها الإخوة 6 ساعات قبل ضربهم بالصواريخ حاول اختطافي، لكن قدر الله أنه أفشل مخططاتهم، والله عز وجل حماني منهم 3 مرات. مرتين محاولة اختطاف، واحدة ليلة الاحتلال ليلة ضرب الصواريخ، والثانية بعدما اختطفوا أخ أبو أسامة في إيطاليا في ميلانو. الأخ المصري؟ نعم الأخ المصري. هم كانوا 21 من المخابرات الأمريكية، 21 شخص. نعم. جاءوا إلي هنا واستأجروا مكانا 400 متر قريب من نفس بيتي. نفس المجموعة، لكن بفضل الله اكتشفوا ولم يستطيعوا أن يحاولوا، أو حاولوا ولم ينجحوا، أو لا أعرف كيف كان. المهم الصحافة عرفت واكتشفت، بعدها صارت فضيحة عليهم. ثم المرة الثالثة هم قرروا اختطافي عسكريا في البنتاغون، وجلسوا وعملوا اجتماعا. بعدها لم يتجرؤوا، لأنه قالوا إذا دخلنا وهاجمناه إذن كيف ممكن الشرطة النرويجية إذا أطلقت الرصاص فنحن نفقد صداقتنا مع النرويج بعدها، ما ممكن يعني. ولذلك يعني حتى النرويجيين كانوا يشعرون بصعوبة الأمر. فالمحامي ميلينغ محامية كان من ذكائي يستخدم أسلوب كيف يحميني. طلب الحماية من الشرطة النرويجية أنا ما كنت أوافق عليه، ما كنت أحب أن يلازمني دائما شخص ولا أنت تكون مسلح، لأنه الحياة في بلاد أوروبية ما ممكن تكون بهذه الصورة. قلت لا يعني، لكن هو عمل أسلوب آخر، التركيز الإعلامي، بحيث كل يوم كان عندي مقابلة إعلامية، كل يوم عملت أكثر من 500 مقابلة، وهذا بتنسيق مع المحامي. نعم، ليس كله عن طريق المحامي، لأن إعلام يأتي من روسيا إلى فرنسا. وهي قصة مثيرة الناس تريد أن تتابعها. نعم. فأحيانا كنت أعمل في اليوم الواحد 5 مقابلات، يعني في 21 يوم والله أعلم عملت أكثر من 120 مقابلة.